السلام عليكم. هنعمل كفتة الرز بالفراخ. هنعملها جميلة جدا. اولا هي اقتصادية، ثانيا بقى هنحس ان احنا بناكل حاجة جديدة عن كل مرة، وهنسويها بطريقة مختلفة تماما. معانا نص كيلو من صدور الدجاج، كوباية ونص من دقيق الرز المطحون ناعم جدا، هقول لكم ازاي في الفيديو هنطحنه ناعم. معانا بصلة متوسطة الحجم، معانا حوالي 10 فصوص من الثوم، ومعانا البهارات ملح وفلفل وبابريكا وكزبرة ناشفة، ومعلقة كبيرة من البهارات المشكلة، قرنفل وكبابة صيني وحبهان ولورا ورشة من القرفة. يعني شكلوا كده معلقة كبيرة من البهارات اللي تفضلوها. ومعانا شبت وكزبرة، ربطة شبت وربطة كزبرة، ولو عايزين تضيفوا كمان بقدونس. في الكبة بقى هننزل بالثوم والبصل والبهارات، ونبدأ نفرمهم ناعم جدا على قد ما نقدر. وهننزل بالشبت والكزبرة، هنفرم برضو ناعم زي ما بقول لكم. عايزين نحاول بقى ننعمها على قد ما نقدر عشان خاطر تدينا نتيجة كويسة. خلاص بعد ما نحس انها هتبدأ تنعم معانا، ننزل بقى بدقيق الرز اللي هقول لكم عملناه ازاي. قبلها بيوم بنغسل الرز كويس جدا ونسيبه يتصفى في مصفى لحد ما ينشف معانا ويبقى ما فيهوش ولا نقطة مية. تاني يوم بنطحنه في المطحنة اللي هي بتاعة البهارات، هينعم معانا ويبقى جميل جدا، ونبدأ نستعمله بقى في وصفة زي دي، وفي وصفات كتير جدا لدقيق الرز. بعد ما طحنا بقى المكونات ناعم جدا زي ما شفتوا كده، بننزل بقى باللحمة الفراخ بتاعتنا ونفرمها في الكبة ناعم برضو. ننزل بالخليط بتاعنا الرز والكزبرة والبصل والثوم والبهارات والملح، ونزوده بقى واحدة واحدة كده عشان نساعد الكبة يعني مش اكتر، عشان تفرم الحاجة كويس كده. خلاص ظبطت معانا وفرمناها ناعم جميل. هنفضيها بقى ونحطها في طبق تتشمع معانا شوية كده في التلاجة وتمسك نفسها. وهنصبحها بقى بالطريقة المعتادة بتاعتنا، شوية زيت، ونبدأ بقى نعمل صوابع او كور زي ما نحب او زي انتوا تفضلوا يعني، وحجم الصباع برضو زي ما تحبوا، ده يرجع لكم. وخلاص هنخلص كل الكمية، وبعدين هنروح في طاسة سخنة على النار ونبدأ نحمر الكفتة بقى والريحة تطلع كده تجنن، تعجبكم جدا جدا، ومش هتحسوا بأي فرق خالص ما بينها وما بين بتاعة اللحمة. ودي تعتبر اقتصادية وسهلة وسريعة كمان معانا. خلاص هنحمرها بالشكل ده كده، نخلص كل الكمية تحمير، ونبدأ بقى نروح نسويها بقى بالطريقة الجميلة دي. في طاسة سخنة على النار هننزل بالبصل اللي احنا مقطعينه شرايح. عايزين تصغروا البصل صغروه، بس يعني الأكلة كلها على بعضها كده جميلة جدا جدا. هنشوح بقى البصل ده كويس لحد ما يبدأ يدبل معانا ويصفر كده. هننزل بالفلفل الالوان، لو مش متاح عندنا فلفل الوان هننزل بالفلفل الاخضر بس، وخلاص هنقلبه مع البصل برضو يتشوح كده حاجه بسيطه. وبعدين هننزل بفصوص الثوم، يعني حوالي معلقه ثوم صغيره كده. هنفرم بقى معلقه الثوم ونقلبها. اول ما نشم ريحه الثوم تطلع معانا، هنقوم نازلين بالطماطم بتاعتنا، حوالي 4 طماطمات كبار بشرينهم، عشان خاطر هنحتاج الميه بتاعت الطماطم دي تسوي لنا الكفته. هنحط بقى الملح وفلفل وكمون وكزبرة، يعني بهارات خفيفة كده عشان خاطر البصل والفلفل بس، لكن الكفتة معانا متبهرة وزي الفل. هننزل بقى بالكفتة بتاعتنا الجميلة دي على الخلطة الجميلة بتاعت البصل والفلفل والطماطم، تتشوح كده وتشرب من طعم بعض، يشربوا من طعم بعض. ونزودها حوالي نص كوباية من المية السخنة، او لو في مرقة هنزودها مرقة. هنغطيها ونسيبها تستوي من ربع ساعة لتلت ساعة تكون استوت وبقت جميلة جدا، لان هي كفتة فراخ مش لحمة، يعني مش تاخد مننا وقت. وهنقدمها زي ما هي كده، يا دوبك هنحط عليها شويه فلفل وشويه بقدونس. جربوها هتعجبكم جدا جدا جدا، وهستنى رايكم بقى في الكومنتات تحت. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وكومنت، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله.